انا ليا دعوه بالكلام ده. طيب كابتن ابراهيم، احنا نخش بس انا عايز اروح للموضوع معاك انت. تمام. يعني علاقه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ايه بالحكايه؟ انت في مداخلتك الاسبوع الماضي معايا قلت ان هو بيجي لك مكالمات من برايفت نمبر. تمام. بتهددك ولحد دلوقتي على فكره لسه بيجي لي. لحد دلوقتي بيجي لي مكالمات ايه بقى؟ مكالمات تهديد تهديدات. بالقتل؟ وما زال لحد دلوقتي ما زال تهديدات. حتى خد بالك حضرتك كمان الموضوع ابتدى يزيد بعد موضوع الصور وبعد موضوع ان ايه علاقه حمدين صباحي بالحكايه؟ انا ما اعرفش. انا اللي وصل لي ان هو متدخل وبيساعدها في حاجات كتير قوي ضدك. ايه السبب بقى؟ انا ما اعرفش لحد بصراحه. هل اتخذت اي اجراءات ضده؟ لا. لما اتاكد ممكن، بس انا وصلت رساله ليه ان هو لو موجود في الحوار. على فكره في يعني ناس كثيره كلمتني ان هم يعني قالوا لي ان هو ملوش دخل بالقصه ولا متدخل اساسا. فانا يعني من خلال برضو الموضوع اتمنى ان ما حدش يتدخل، لان الموضوع كبير واللي هيخش فيه هيتعب. لان الموضوع مش صغير. الموضوع دلوقتي من الاخر انا بحارب عشان خاطر ابني. طب ما برضه هنا هي بتيجي تقول لك